بص دوت ماوس زي اللي بقى في المرسيدسات وفي البيمات، بمعنى دوت بتشتغل عليه الطاره، دوت بتشغل عليه الطاره مالتي. لو انت الطاره بتاعتك ما فيهاش مالتي، لو هي مثلا عربيه مثلا لانوس فيرنا الحاجات دي طبعا ما فيهاش، ايا كان العربيه بقى بتاعتك ما فيهاش مالتي، دوت بيركب في ظهر الكاسيت. هي عباره عن بص 3 اسلاك بتوصله، ودوت اهو. بعد كده انت تعمل كده تلاقي الكاسيت يعلى، تعمل كده تلاقي الصوت يوطى. عندك بقى هنا في رد مكالمات كمان، لان طبعا في بلوتوث، اي حد بيتصل بيك انت بتعمل اقتران عليه، بترد من هنا، تقفل من هنا، توقف الاغنيه، تجري الاغنيه، تجيب الفولدر اللي بعده. يعني ده كده بديل الكاسيت، ان انت ما تستخدمه يدوي، لا بايدك بقى زي كده بقره. خدت بالك ده انت تحطها في اي مكان، وديت بتركب في ظهر الكاسيت. طب الحاجات الحلوه دي بقى بكام؟ الحاجات ديت عاملها لك ب 550 جنيه. كام؟ ب 550 جنيه. ده كده كله على بعضه ب 550 جنيه. انت في طنطا، بره طنطا كلمنا بنبعتها لك شحن لحد باب البيت. تركب عند اي فني كاسيت، اي حد بيركب لك في 5 دقايق. واحنا مكاننا فين؟ في طنطا في شارع سعيد بعد مطعم البغل على ايدك اليمين. خلص الفيديو ده شوف اللي بعده اللي بعده، هيعجبك حلو قوي ورخيص قوي.